الملك طارش هو شخصية في الأساطير والخرافات، وهو من ملوك جن العمارة الذين يعتقد أنهم يشاركون البشر في المنازل. يعتقد أنهم يكونون مسؤولين عن حراسة الكنوز المدفونة في باطن الأرض، وغالبا ما يستدعى الملك طارش ومثيليه من قبل السحرة أو الأشخاص الذين يمتلكون معرفة خاصة بالسحر والطقوس القديمة. يصفه الأساطير عادة بأنه شخصية ذات قوة هائلة ومعرفة عميقة بأسرار الأرض والكنوز. يعتقد أنه يمتلك قدرات خاصة تمكنه من فتح الرصد والوصول إلى الكنوز القديمة المدفونة في أعماق الأرض. يتم تصويره عادة بمظهر غامض وقوي، يرتدي ملابس زاهية ويتمتع بقوة خارقة تجعله قادرا على مواجهة أي تحدي. تعتبر قصص الملك طارش وما يتعلق به من الأساطير الشائعة في العديد من الثقافات، ويتم تصويره بأشكال وتفاصيل مختلفة وفقا لتقاليد كل ثقافة. إنه رمز للغموض والقوة الخارقة، وتتنوع قصصه وتفاصيله حسب التقاليد الشعبية المختلفة.